السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لدن أم الخير. وإن شاء الله هذه التتمة ديال حديقة الحيوانات اللي مشينا ليها. هاد البلاصة ديال الطيور. هاد العام كاين نقص شي شوية في هاد الشي ديال الحيوانات، خصوصا الطيور. كاين بزاف تاع لي كاج خاويين. يلا هاد الكاج هذا اللي كان فيه شي شوية ديال الطيور. ما عرفتش، كنت فايت لي واحد النوبه كنت جيت ليها. كانوا بزاف الانواع والاشكال ديال الطيور. هذا العام كاين نقص بزاف، حتى بالنسبه لك الدجاج كان انواع والاشكال ديال الدجاج ما كاينش، انواع والاشكال ديال الخرفان ما كاينينش. ايوا، كاين انتم معايا في الفيديو. هنايا فرس النهر كيلعب في الماء كيتشلبخ. كما كتشوفوا انتم معنا، كتشوفوا معنا هاد المخلوقات اللي خلق الله سبحانه وتعالى، اللي الانسان كيرتاح فيها نفسيا. ملي كيشوفها وكيتامل فيها وكيتامل خلق الله والابداع ديال الله سبحانه وتعالى في الخلق ديالو. كل واحد كيف داير، كل واحد الشكل ديالو، الجلد ديالو، الفراء ديالو، الاسنان، يعني سبحان الله العظيم، الاذنين، العينين، اختلاف كلي في جميع الاشكال والانواع ديال الحيوانات، وكذلك في النباتات. سبحان الله العظيم، والاشجار، الاشكال والانواع، الاشكال والانواع في الاوراق. سبحان الله العظيم، سبحان الله. من الانسان كيشوف هذه المخلوقات ديال الله سبحانه وتعالى تيقول سبحان الواحد الاحد، الفرد الصمد، القاهر الذي لا يموت. سبحان الله. شوف الفيل، سبحان الله العظيم، كيف كدير. ملي كيحس بالحشرات تتكثر عليه على ظهره، داكشي كيبدا يهز في التراب ويلوح على ظهره باش يجري على الحشرات، وباش داك التربه سبحان الله العظيم. يعني اعجاز علمي في هذاك التراب ملي كيديروا على الظهر ديالو، يعني يبعد عليه الميكروبات، التلوث، يعني التعفن، شحال تاع المسائل. سبحان الله. يعني هاد المخلوقات يعني فيها عبرة وفيها تأمل وفيها سبحان الله العظيم. الإنسان كيشوفها كيشوف الخلق ديال الله سبحانه وتعالى، ويشوف الإبداع وملكوت الله كيف داير. سبحان الله. شو هاد القرد السعدان، سبحان الله العظيم، كيفاش كياكل وكيفاش كيجلس، كيفاش كيتحرك، كيفاش يعني سبحان الله العظيم. الانسان ماشي خاصو يمشي يشوف نظره هكا عابره دايزه. خاصها تكون نظره تامليه، ونظره يعني سبحان الله العظيم فيها بزاف ديال المسائل اللي كتبين الانسان الخلق ديال الله سبحانه وتعالى. يعني انسان راه عاجز امام الله سبحانه وتعالى. شو سبحان الله ديما البطاط كيفاش كدير الرجيلات ديالها وكتعوم، يعني الجسد ديالها كله كدفعوا اللور، رجيلاتها كاملين كيرجعوا اللور. وهنا كاين واحد السمك سبحان الله العظيم، تا هو صغير تيعوم حداها سبحان الله العظيم، ومستانسين. ويعني واحد التلاؤم، واحد التجانس، سبحان الله العظيم. كل واحد تياكل الماكله ديالو، ويعني متحابين. سبحان الله العظيم. شوف هاد الخلق ديال الله سبحانه وتعالى كيف داير. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الانسان دائما يكثر من الذكر ديال الله سبحانه وتعالى، ويشكر الله سبحانه وتعالى على النعم اللي عطاه. يعني النعم ديال الله كثيره بزاف بزاف. هنايا درنا واحد القصعه ديال التريد كما كتشوفوا معنا. كان مسمن موجود، الحمد لله والشكر لله. هو صوبنا هذا المسمن، درنا عليه كليناه، الحمد لله. يعني النعم ديال الله سبحانه وتعالى الانسان راها اي حاجه كتشوف فيها، واي خلق ديال الله سبحانه وتعالى كتشوف فيه الا تكون مرتاح نفسيا وتقول سبحان الله. شوف كيف هذا الشيء كيف هو داير، كيف سبحان الله. والحمد لله. كان هذا الفريريج بلدي درناه، وحنا تنسقيو هذا التريد ديالنا. ما شهيناكم فيه. كان جا زوين وبنين ولذيذ الحمد لله. هو كيف تشوفوه. سبحان الله العظيم. هاد التريد كانت احب اكل عند الرسول صلى الله عليه وسلم هي التريد. يعني التريد راه هو فيه بزاف ديال المنافع وبزاف ديال الفيتامينات، بزاف ديال المعادن الانسان اللي كيحتاج ليها. يعني الحلبه والعدس، البصل، الزبيب، يعني بزاف داكشي الانسان كيكون محتاج ليه الجسد ديالو. يعني التريد الاكله يعني فيها قوه فيها. سبحان الله. الانسان خاصو مره في السيمانه يدير هاد الاكله وياكلها، لانها راها مفيده وفيها طاقه
الجسم ديالو. الحمد لله. الحلبة حتى هي لو عرفوا المعنى ديال هاد الحلبة والقيمة ديالها بالنسبة للذات لاشتروها بوزنها ذهبا، بالوزن ديال الحلبة يشتريوها الناس ذهبا. تنسقيو هاد القصعة ديالنا، هاد التريد ديالنا تنسقيو تشوفوا. والحمد لله، الشكر لله بصحتنا وبراحتنا، وانت نتوما بصحتكم وبراحتكم ان شاء الله. هنا التقديم ديال درنا التقديم وخلينا البدايه هي الاخرى. هذا الدجاج، اكله ديال الدجاج، واحد الاكله اخرى ثاني ديال الدجاج هذا حمرناها. انا كنستعملوا فيها التوابل هنايا: الابزار، الخرقوم، سكينجبير، القزبر حبوب مطحون، الثومه، شويه ديال القرفه، المعدنوس والقزبر، والثوم محكوك. الا كان سكينجبير طري محكوك حتى هو تيكون مزيان. كنخلطوا هاد المقادير بشويه ديال الماء، كنتبلوا به هذاك الدجاج ديالنا، القطع ديال الدجاج ديالنا. كتكون هاد الاكله حتى هي زوينه ولذيذه. هذه الطريقه ديالي دائما كندير هنا، الطريقه ديال سميتو ديال الشرموله ديال الدجاج. كنشرمل الدجاج بواحد الساعه بحال هكا، هنا كنطيبو. كيجي بنين ولذيذ سبحان الله العظيم. ملي كيتشرمل كيشرب هذيك القامه، كيجي فيه واحد البنه زوينه، واحد الضويمه ديال بنه الزعفران زغبه. وإلا كاين زعفران زغبه الانسان يدير من واحد الشعيرات حتى هو تيجي بنين ولذيذ وكيعطي واحد المذاق زوين في الاكل. هنايا سميتو تنشرملو الدجاج، كندخلو بين كان شي فجوه ولا شي فتيحه ولا شي حاجه، كندخلو ليها ديك الشرموله ديال الدجاج. وهاد الدجاج راه كنا غسلناه ورقدناه مزيان في الحامض. تنديرو واحد شويه الحامض مصير حتى هو تنقطعوه مزيان داك اللب ديالو، كنحيدو من ديك الزريعه ونقطعوه وتنخلطوه مع الشرموله. هنايا كنشرملو الدجاج ديالنا ونرقدوه مزيان ندخلو ليه ديك القامه ونخلوه يرتاح مع راساتو ويشرب هاد الشرموله. كما تتشوفوا حنايا كنشرملو فيه، وما بانت لينا شي فجيوه ولا شي فتيحه ولا شي حاجه بهكا ديال الصدر، كندخلوا ليها هذيك الشرموله. ملي كتكون الشرموله وسط الصدر راه تيجي رائع ويجي بنين ولذيذ. كيجي فيه واحد البنه واحد المذاق زوين. الا درتو الحامض مصير ما ديروش الملح، الملح الا درتوها مع الحامض مصير راه كيجي داك الدجاج تيكون مالح بزاف. هنايا وكلشي على الغسيل تاع الدجاج. السكينجبير غبره راه تيجي زوين توا في الغسيل تاع الدجاج. هنا درنا في الكاميله ديالنا، درنا الدجاج ديالنا يطيب، نخلوه على عافيه مهيله. نقطعوا البصله رقيقه ونديروا مع الزيت الرومي، ونحطوا الدجاج ديالنا في الطنجره ونخلوه تيطيب على نار مهيله بحال شكل على الفاخر، وتنخلوه تيجي محمر ولذيذ وبنين سبحان الله، تيجي رائع. كما تشوفوا شويه البصله اللي بقات حنا درناها من الفوق، حنا كنا درنا البصله من التحت كما كتشوفوا. الدجاج ديالنا هو يدخلناه الفران يتحمر، دهناه بشويه ديال السمن. الا كاين السمن تنديروا السمن، الا كاين موطارد كنديروا شويه ديال الموطارد تيجي بنين. كاينه ثاني ضويمه ديال بنه الزعفران كتجي رائعه وبنينه ولذيذه. هو الدجاج ديالنا من بعد ما تحمر وطاب حنا حطيناه في الطبسيل في الصحن ديال التقديم. نتمنى ان شاء الله تكون هذه الوجبه عجباتكم وتبعتوا معنا المراحل وشفتوا الطريقه ديالنا ديال التحمير ديال الدجاج كيفاش كتكون، وكل شيء على الحامض مصير والسمن والزعفران بالنسبه للدجاج. وكتكون ديك المسيبيسه هي كتجي رائعه في الدجاج. هنا ما كانتش عندي، هنايا درت غير داكشي التوابل اللي قلت لكم. ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاستحسان ديالكم والرضا ديالكم. ما تبخلوش علينا باللايكات بالاشتراك بالتعاليق المحفزه، وحنا ان شاء الله عند حسن الظن ديالكم. نحطوا المريقه ديالنا هي مع داك الكبده ديال الدجاج، راه كتعطي واحد البنه واحد المذاق زوين بالنسبه للدجاج. هنايا البطاطا فريت قطعناها وقليناها. السر ديال البطاطا فريت باش تجي مقرمشه وزوينه كتسلقها واحد شويه، يلاه تبدا ديك الكسكوشه فيها تصفيها وتكب عليها شويه تاع الماء بارد وتخليها تتسقطر مزيان. الماء تيكون فيه شويه ديال مع السلامه، الى اللقاء.